السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهاردة عاملة لكم فيديو زي ما بعمل في الفيديوهات والوصفات اللي أنا دايما بعملها، بس طالبة منكم طلب تدعوا لي بس بالشفاء، ربنا يشفيني ويزيح عني، لأن بقالي فترة تعبانة وبحاول أقاوم التعب والحمد لله على كل شيء. النهاردة هنعمل مع بعض الشيح اللي عملناه في كل حاجة ودايما أعيد وأزيد. شيح يا جماعة، لا تربي فراخ بيضة يبقى لازم يبقى عندها الشيح، هو أساس كل حاجة. الشيح بكل بساطة أهم حاجة ممكن تحطيها للفراخ، وأقوى منتج ممكن تستعمليه للفراخ. الشيح طارد طبيعي للديدان والطفيليات المعوية، أكبر معالج للإسهال، لكل أنواع الإسهال، مش نوع واحد، لكل أنواع الإسهالات. بيحسن الهضم ويقوي صحة الأمعاء، وبيحسن إنتاج البيض عند الفراخ البلدي، لأنه بيقتل الديدان فبتبيض أحسن، ومعالج كويس جدا للكوكسيديا. يعني لازم انتي بتربي فراخ بيضة لمدة شهر 30 يوم على 3 مراحل، كل 10 أيام مرحلة. في ال10 أيام دول لازم على الأقل تعملي لهم 3 أيام شيح، ممكن كمان مرتين في ال10 أيام دول، يعني كل أسبوع تعملي مرة أو كل 5 أيام. الشيح فوائده رهيبة للفراخ البيضة والفراخ البلدي، لكل أنواع الطيور. أنا دايما بعمله في كل التربيات بتاعتي، بجيب معلقتين شيح زي ما انتم شايفين كده، وبغليهم على النار وأنا مغطية الحلة لمدة 5 دقايق. وبعد كده باخد التفل بتاعهم بقلبه على العلف والميه، ربع كوبايه على السقايه. ممكن تحطي لكل انواع الطيور اللي عندك. معالج طبيعي مفيش احسن منه، مضاد حيوي وطارد للديدان، الحاجات اللي انا قلتها لكم دي كلها من غيره ما ينفعش تربي فراخ بيضه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.